بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده فيديو الرز بتاعنا اللي احنا عاملينه باللحمة والخضار. لو عاوزة تعرفي الطريقة والمقادير استنينا بعد الفاصل عشان نقولك بالظبط احنا عاملينه ازاي. يلا تابعينا واستنينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وانتم طيبين، ويلا نستعد لرمضان بأكلة حلوة وسريعة وتعتبر طبق رئيسي وشيك في التقديم وطعمها حلو جدا. هنعمل النهارده رز باللحمة والخضار. هو مش كبسه، هو شبه الكبسه بس التست بتاعه في الاخر مش هيبقى كبسه خالص ان شاء الله. معانا نص كيلو رز بسمتي طويل الحبه، معانا ربع كيلو لحمه مقطعاه حتت صغيره كده، لحمه حمراء، تقدري تستعملي لحمه ضاني. مستعمله برده كوبايه جزر مبشور، كوبايه بسله متفصصه، ومعايا بصلايه متقطعه ترانشات كبيره شويه، يعني اي تقطيعه زي ما انت عايزاها لانها تتهري اصلا في السوا. ومعايا بصلايه ناعمه، معايا معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره بهارات لحمه، معلقه صغيره قرفه، معلقه كبيره بهارات كاري او بهارات كبسه اللي موجود عندك استعمليه، يعني بهارات الكبسه ممكن والكاري ممكن. رشه صغيره شطه، كام فص قرنفل، وكام فص حبهان، وفصين مستكه، وكام فص لورا. وهنستعمل على البوتاجاز برده شويه كاتشب. اول حاجه هنعملها هنقول بسم الله. هناخد الرز معانا كده واحط عليه بسم الله، هحط عليه ميه سخنه وهسيبه منقوع فيها شويه. الخطوه دي ضروريه عشان الرزايه حبتها تكبر شويه. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم بقى. هنيجي عند التوابل دي، هاخد بس الحبهان كده على جنب، مستكه واللورو خليهم هنا، وهلخبط التوابل دي على بعض كده بسم الله الرحمن الرحيم. وهبدأ أنزل بسم الله على اللحمة بنص التوابل دي، القرفة والكاري والبابريكا ورشة الشطة. الشطة اختياري بس هي مش بتعمل أي حاجة، ما تخافوش مش بتعمل حرقان يعني. بس هخلي بقى التوابل دي منقوعة كده في اللحمة حوالي بتاع 5 دقايق أو 10 دقايق على ما أبدأ أجهز الصوص بتاعها بقى على النار، وتشوفوا بقى احنا هنعمل ايه بالظبط. يلا استنوني بقى وانا جايه لكم على البوتاجاز. ورجعنا تاني، حطينا اي ماده دهنيه في طاسه على النار، وهنبدا ننزل بسم الله الرحمن الرحيم بالبصله، البصله اللي هي الخشنه شويه. وهنزل بحبهان بس هفتحه، نجيب بس السكينه. لازم نفتح الحبهانه كده تمام علشان القلب بتاعها هو اللي فيه الريحه كلها. نحط اللورو ورقتين برضو، وهنحط فص واحد بس مستكه تمام. خلي بالك انا واقف بتعلم عشان بعد كده اعمل قناه طبخ. اعمل قناه طبخ وانا اعمل قناه كمبيوتر. ننزل بقى باللحمه، نقول بسم الله. اللحمه متبله معانا وكل حاجه فيها. انا هسيب بقى اللحمه دي تتشوح شويه على النار، وبعدين هحط عليها شويه ميه سخنه صغيره لحد ما اللحمه دي تستوي معانا شويه. هي اللحمه متقطعه حتت صغيره، واللحمه اصلا لحمه حمراء ومن حته بفتيك يعني سكالوب، يعني مش تاخد سوا خالص. هنحط لها شويه ميه صغيرين، وهنبدا بعد كده اوريكم الخطوه اللي جايه ان شاء الله هنعملها ايه. يلا استنوا. عايز ايه؟ عايز تقلب؟ عايز اقلب. قلب بقلب بايدك التانية عشان تبقى تبان كويس. اقلب بايدي الشمال. ايوه كده؟ ايوه بالظبط كده. ماشي اهو. يلا بقى استنونا الخطوه الجايه اقول لكم ايه. انا قلت لكم دي هحط عليها شويه ميه سخنه ماشي، وهاجي لكم في الخطوه اللي بعد كده اوريكم هنعمل ايه. اهو انا حطيت عليها الميه السخنه على النار اهي. هغطيها بقى واسيبها تستوي، يعني تبقى خلاص دخلت تستوي. هوريكم برده درجه السوا هتبقى عامله ازاي، ونبدا بقى نعمل الرز بتاعنا.
يلا استنوا. ورجعنا تاني بقى في حله هي على النار، حطينا اي ماده دهنيه. هننزل بالبصله بسم الله. احنا معانا هنا الحبهان والمستكه بتاع الفضله واللورا. هحط بقى البصله بس تدبل شويه كده على النار، وهجيلكوا تاني واقول لكم الخطوه دي ان شاء الله. يلا استنوا. ورجعنا اهو البصله دبلت شويه. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي. هنبدا بالمستكه والحبهان والتوابل. هات يا شيخ. اتفضل يا باشا. طب ماشي، قلب انت شاطر. طب امسك الحله بس عشان الدوشه. هننزل بقى بالجزر والبسله. شاطر. بتطبخ انت طيب؟ انا بقول لك بتعلم اعمل قناه. اتعلم يا حبيبي. بصوا اللحمه اهي. وريتوا الرجاله بقى ثواني بس كده اجيبوا بصله وليمون. اللحمه اهي شغاله معانا اهي في السوا. تمام. يتبالوا بس شويه. والرز اهو انا صفيته. ننزل بسم الله. ثواني بقى اجيبه. قلب كويس. بقى خد فرصتك كامله. عشان لما تسافر الخليج. ايوه ان شاء الله. وطي بقى النار تاني. في الوقت ده هنزل بالكاتشب بسم الله. عيب عيب يعني. شوف اللحمه بس دي درجه السوا اللي انا عايزاها. هنزل باللحمه بقى بسم الله. نزل. احنا كل ده لسه ما حطيناش اي ملح. قلب يا بيبو. يا الريحه بتاعت ايه؟ حبيب قلبي. ملح بقى بسم الله. بس كده تمام. بصوا بقى في مكان اللحمه حاطين ميه سخنه بسم الله. وهنبدا ننزل زي الرز العادي خالص بقى. هنسويه الرز البسمتي. كوبايه الميه عليها نص كوبايه رز، يعني الميه بضعف. ثواني بس يا ايهاب لحظه بس. الميه بضعف، يعني هحط كوبايه رز عليها كوبايتين ميه. تمام. انا هظبط بقى الميه بتاعته وهوطي عليه زي الرز العادي خالص. وهجيلكوا بعد ما يستوي واوريكم هيبقى شكله ان شاء الله. جميل جدا وطعمه جميل. اجيب معلقه. انا هجيب معلقتي. طيب براحتك. اكل انا. كان في جماعه طالبين طريقه عمل الرز الكبسه. لا جميل. على هو ده مش كبسه. الكبسه ما بتحطش فيها بسله. ماشي بس هي شبيهه ليها. شبهها بس مش كبسه. باللحمه. احنا كنا عاملينها بالفراخ قبل كده. فاللي طلب الطريقه كان طالبها باللحمه. ودي بطاطس طبعا كرانشي معموله. احنا عملناها قبل كده في الفطار. طب ادوق بقى.
انا دايما بعمل جنب الكبسه بطاطس وما تسالونيش ايه السبب. بطاطس وكاتشب وكده ما اعرفش ايه السبب يعني. بحس ان هي حاجه تبلعها شيبسي بتاع. التوابل دي طعمها جميل جدا. شفتوا في برنامج بيجي اسمه الزويق ولا اسمه الاكيل. الاكيل ايوه انت الاكيل؟ ايوه. طب يلا بصوا بقى يعني عايز اقول لكم طب يعني بس ان اللحمه استوت اهي. بصوا جميله جميله ومستويه اهي زي الفل اهي ماشي. ليه انا عملت اللحمه لوحدها والرز لوحده؟ انا هقول لكم عشان استعجل سوى اللحمه شويه، عشان اللحمه تبقى متشربه اكتر من الصوص ده والرز يبقى متشرب برده من صوص البصل برده. يعني انا لما بلخبط الاثنين على بعض بحس ان دي بقت دي ليها طعم التتبيله وبرده الرز ليه طعم التتبيله. يعني ما بحبش احط الرز مع اللحمه كده ياخدوا من طعم بعض، لا بحب ان دي تبقى شاربه بطعم ودي تبقى شاربه بطعم والاثنين يبقى ليهم. مش عارفه انتوا فاهميني؟ اما بيدخلوا على ايوه اشرح انت واكل بيتقلبوا مع بعض بقى والله العظيم طعمها جميل. اتفضلوا معانا. وطبعا دي كانت شهر رمضان يعني حاجه سريعه. يعني انا الله يرحمه جوز اختي كان دايما كل ما يجي عندنا يقول لي اعملوا لي من دي. اعملوا لي رز، بس انا بعملها دايما كنت بالفراخ لان انا مش بحب اللحمه او مش مياله للحمه قوي يعني. بس يمكن الطريقه دي بتخليني اكل اللحمه لان اللحمه متقطعه حتت صغيره وبتبقى مستويه خالص. بيبقى طعمها مختلف. طبعا بالظبط كده. التوابل اللي فيها بالحاجات دي بتبقى مغيره الطعم بتاعها. ودي بطاطس بالقطاع بتاع البطاطس بتعمل كرانش كده طعمها جميل جدا. خدي كمان واحده عشان ما تزعليش. ماشي. ايوه اروح بقى ناكل ماشي واستنونا الفيديوهات الجايه. اختم انت بقى عشان اكل انا. اختم انت انا هاكل انا. طب ابلع. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد. واستنونا ان شاء الله في ملف رمضان وعصاير رمضان. انا هعمل لكم العرقسوس والكركديه والصوبيا وطرق بقى بتاعت بنت العطار يعني ان شاء الله. نكون ضيوف خفاف عليكم في شهر رمضان شهر الكريم وكل سنه وانتم طيبين. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح العمل. ويشحت علينا بقى. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سلام يا جماعه.